ازيكم؟ بمناسبة السنة الجديدة وأعياد الكريسماس وخناقة كل سنة اللي بقت رخمة ومتكررة ومملة قوي، مؤخرا كده طلعوا لنا جماعة غريبة حبتين بيشبهوا البشر، بس كلامهم كله تحريض على الكراهية والفتن وزرع الأحقاد بين الناس. مش عارفة هدفهم ايه بالظبط ومين اللي وراهم. حتى العدوى بتاعتهم دي وصلت الهند، تخيلوا. قال ايه؟ بيقولوا انك ما ينفعش تعايد على جارك ولا صاحبك ولا تقوله كل سنة هو طيب. يعني أنا كإنسانة عندي مخ فوق هنا في الجمجمة، محتاجة حد يقول لي أعايد على الناس ولا لأ؟ أقول لهم كلمة حلوة ولا راجع نفسي الأول؟ تخيلوا معايا كلمتين لطاف: كل سنة وانتوا طيبين، بقوا في الزمن المهبب ده أخطر من القنبلة النووية، وكأن الكوكب هينهار بسبب معايدة. واللي محيرني بقى إن الخناقات دي ما كانتش موجودة خالص أيام الزمن الجميل. الناس زمان كانوا بيتعاملوا مع بعض بدون تفرقة، بيقعدوا مع بعض وبياكلوا ويضحكوا من قلبهم من غير ما يكون في لجنة تفتيش على القلوب. نفسي أفهم، هو من إمتى الذوق والاحترام المتبادل والمحبة والسلام بقوا تهديد؟ ومن إمتى بقت المجاملة زندقة؟ ومن إمتى بقت الابتسامة في وش جارتي ولا صاحبتي موقف خطير؟ يعني المطلوب نصحى الصبح بدل ما أقول صباح الخير لجارتي وعيد عليها أقوم مديالها بوكسين في وشها علشان ينبسطوا أعداء الفرحة؟ والعجيب إننا طول الوقت بنشتكي ونقول ليه الناس بقت قاسية؟ ليه ما بقاش في قلوبهم رحمة؟ طيب ليه ما فيش سلام؟ ما هو طبيعي أول ما حد بيحاول يكون لطيف حبتين يطلع له اللي يقول له ستوب، اللطف ده زيادة عن اللزوم. في أغلب الدول المتحضرة الناس بيتعاملوا على أساس إن أنت إنسان محترم، بتتعامل بأدب وأخلاقك عالية، تمام أهلا بيك. مش زي عندنا الأول يتعمل لك تحقيق هوية، أنت مين وإيه مرجعيتك الدينية وبتفكر إزاي علشان أقرر أضحك في وشك ولا لأ، وأقول لك كلمة حلوة ولا لأ. يا عمي انت مالك بالناس وبمعتقداتهم اللي ورثوها وفي أفكارهم اللي اكتسبوها؟ خليك في حالك وسيب الناس في حالهم. السنة الجديدة مش محتاجة خناقة ولا محاكم تفتيش ولا الجنة واية، محتاجة كلمتين حلوين وقلب طيب ومتسامح وشوية بشر عارفين معنى الإنسانية. وفي الآخر يعني مش معقول هنكره ونعادي أغلب سكان الكوكب علشان مختلفين عننا. دي سنة جديدة يا عالم، خلونا نبدأها بالمحبة والسلام والتعايش، مش بالشد والجذب وبالخناقة المملة بتاعت كل سنة. وفي النهاية كل سنة والناس كلهم طيبين ومسالمين وأقل تعصبا وتقبلا للآخرين. أهو الكلمتين دول كانوا محشورين في زوري وخلاص قلتهم وبس كده، سلام.